معانا دلوقتي على التليفون الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. دكتور عبد المنعم، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اولا الحمد لله على سلامتك. الو. ايوه يا دكتور عبد المنعم. اتفضل. الحمد لله على سلامتك يا فندم. الله يسلمك ويبارك فيك، شكرا جزيلا. يعني اولا عايزين نطمن عليك. احنا عرفنا انه ابتديت تستقبل بعض الزيارات على خفيف كده في البيت. بدأت مباشرة نشاطك مرة ثانية؟ يعني ظروف الصحية في تحسن بفضل الله بعد ما حدث. أنا أنتهز هذه الفرصة على قناة الحياة لأعبر عن مشاعر التقدير والحب وهذه المشاعر الفياضة التي لمستها من أهلي وناسي من الشعب المصري من كل الفئات وكل الأطراف والمستويات، والتي لمستها من ممثلي القوى السياسية والأحزاب والمسؤولين في الدولة في اهتمامهم بهذا الحدث واطمئنانهم على ظروف الصحية. هذا أشكر كل الذين تواصلوا أو لم يمكنهم التواصل معي، وأتصور أننا كشعب مصري إن شاء الله مستمرين إلى أن نحقق كافة أهداف الثورة العظيمة، وأن تقوم مصر ممثلة في شعبها ومن خلال انتخابات نزيهة ودون تدخل أي طرف من الأطراف في اختيار رئيس مصر الذي يجب أن يكون رئيسا حاميا ومحافظا على استقلال مصر وعلى تحقيق أهدافها كلها، تحقيقا لأهداف الثورة العظيمة الذي قدم شبابها دماءه وعيونه وصحته من أجلها. دكتور عبد المنعم، نحن لسنا أقل رغبة من تقديم أنفسنا فداء لهذا الوطن من هؤلاء الشباب. أنت لا تترك فرصة إلا وتتحدث عن ضرورة أن تكون الانتخابات نزيهة وعلى ألا يتدخل فيها أي طرف. هل ده مجرد هاجس أم لديه ظلال من الحقيقة زي ما بيتردد؟ لا، ليس هاجسا، ولكن هذا مطلب من الذي من أجله قامت هذه الثورة. هذا هدف من الأهداف الرئيسية التي قامت الثورة، أن يحكم مصر نظام سياسي يعبر عن شعب مصر، وليس نظاما أتى عبر انتخابات مشكوك في نزاهتها أو متدخلا في أدائها. عندنا ثقة أن تتم الانتخابات الرئاسية بكل نزاهة، والذي سيحافظ على نزاهة هذه الانتخابات هو الحضور الشعبي العظيم الذي نتوقعه من مشاركة أكثر من 90% من الشعب المصري هذه الانتخابات، وحمايته لصندوق الانتخابات وإجراء الفرز في اللجان الفرعية وإعطاء محضر للفرز لمندوبي المرشحين. كل ما نريده ونصر عليه وسنناضل من أجله أن تكون هذه الانتخابات نزيهة، ولتأتي في النهاية بمن تأتي سنكون جميعا معه داعمين له باعتباره ممثلا لهذا الشعب العظيم. دكتور عبد المنعم، عاداتك اليومية في جولاتك هتتغير؟ حاسس دلوقتي انك محتاج حراسة؟ نعم. حاسس الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح دلوقتي انه محتاج حراسة؟ عاداتك اليومية وجولاتك ترتيبها هيتغير؟ أنا ما زلت أعتمد بعد حفظ الله ورعايته على هذه المحبة الفياضة والشعور الدافق الذي أراه من كافة أبناء شعب مصر، وأن حراستي وحراسة أي مواطن مصري وحمايته هذا هو واجب الدولة. فأنا أستوي في حقي في أن أحمى من النظام ومن الدولة ومن أجهزة الأمن، أستوي في ذلك مثل أي مواطن، لا أريد شيء يميزني عن أي مواطن آخر، لأن واجب الدولة حماية كافة المواطنين وبنفس القدر والأهمية، فلا ميزة لنا في هذه المسألة. أنا سألت حضرتك على مسألة احتياج الحراسة دي في الحقيقة لأن كل المتابعين لك لما عرفوا بالحادث وقفوا قدام احتمالين. أنا عايز أعرف أيهما الأقرب في تصور عبد المنعم مفتوح الإنسان. يعني هذه المسائل اللوجستية يهتم بها إدارة الحملة، أنا لست يعني متداخلا فيها ولا متابعا لتفاصيلها. يعني قصدي إن حضرتك تعرضت للخطر، تقييمك للحظة التعرض للخطر كانت إزاي؟ أنا أدرك من أول يوم كما أعلنت في مكتبة اسكندرية في شهر فبراير الماضي وبعد الثورة، وعندما كنت أقول أنني أفكر في هذا المشروع أنني مقدم على مشروع لهذا الوطن وخدمة لهذا الوطن، لن أتردد يوم أن أقدم أغلى ما أملك من وقت وجهد
وخبرة متواضعة، بل وحياتي كلها من أجل هذا الوطن. والمسائل الأخرى سواء المسائل الأمنية أو ما غير ذلك إن شاء الله فيما عدا ما تقوم به الدولة من واجب حماية المواطنين تقوم به إدارة الحملة إن شاء الله. دكتور عبد المنعم الفتوح، ما بين نارين البحث عن مزيد من الإجابات من حضرتك بشكل مباشر، وما بين يعني تقدير ان حضرتك يعني اخترت الحياة اليوم لتكون أول نافذة لتطل منها على الناس سواء كانوا خصوما لك أو مؤيدين لك، ولكن لتحديد عدد من المواقف وتطمين الناس كلها عليك. دكتور عبد المنعم الفتوح، بشكرك أولا شكرا جزيلا، وثانيا نقدر نتواصل وتبقى مشرفنا هنا على الهواء إمتى عشان نسأل بقى الأسئلة براحتنا. محل تقدير وإعزاز عندي، شكرا جزيلا. دكتور عبد المنعم الفتوح متحدثا لأول مرة بعد الحادث الذي تعرض له على مدى الأيام اللي فاتت وكانت مصر كلها تتابعه.